السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناتكم قناة خديجة المتنوعة. الاقتراح اللي ماشي نتقاسم معكم اليوم، هاد المملحة هادي انا متأكدة غادي يعجبكم، حيت صراحة ما شاء الله كتجي رائعة، والعجين ديالها سهلة وبسيطة، ما فيها لا تعقيدات ني والو. كنتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم. والحشوة يا سلام، لذيذة لذيذة بزاف البنات. انا متأكدة الا نطو وجربتوها غادي يعجبكم، حيت ما شاء الله يعني لا اللذة ديالها ولا ديك التقرميشه ديالها لا تقاوم. كنتمنى من الله يعجبكم الفيديو، حقا انا متاكده غيعجبكم هذا الفيديو، خصوصا دعملوها في الايام د رمضان. كنتمنى من الله يا ربي يدخل عليكم هذا الشهور بالخير والبركه والصحه. وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايكات والاشتراك في القناه كنتو باقي ما شاركتوش، وبارطاجيو الفيديو مع الحباب مع الاصدقاء. كيف ما كنقول لكم دائما، فضلا منكم ليس امرا. نخليكم مع الفيديو مع طريقه التحضير وفرجه ممتعه. ونبداو بسم الله على بركه الله في المقادير. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق الابيض، وعندي نص لتر الحليب يكون دافي، وعندي هنا واحد مارغرينه واحده، المهم الزبده ديال التوريق، وعندي نص كاس ديال زيت الزيتون، معلقه كبيره ديال الزعتر، ومعلقه ونص ديال الخماره العجين، وعندي معلقه ديال السكر حبيبات معلقه كبيره، وعندي معلقه صغيره ديال الملح. كنجيب واحد الاناء كنعملوا الكل، يعني هنا في هذه العجانه كنعملوا السكر، كنعملوا الخماره، كنعملوا داك نص لتر الحليب اللي هما 2 كيسان د العنبه معمرين مزيان ديال الحليب، وكنعملوا داك نص كاس ديال زيت الزيتون، وكنعملوا داك معلقه كبيره ديال الزعتر. انا هنايا عملت معلقه كبيره، نتوما يمكن لكم تعملوها معلقه صغيره، وكنعمل معلقه ونص كبارين ديال الخماره د العجين، وكنخلط الكل الا الملح، غنخليوها حتى الاخر. هنا كنضيفوا داك كيلو ديال الدقيق. انا هنايا كنعجنو في العجانه، يمكن لكم نتوما تعجنوه بيداكم. المهم انا العجينه كانت عندي موجوده، قلت راه ندوز هاد العجين في العجانه. المهم كيف ما بغيتو، يعني ما شاء الله هاد العجين ما كتعذبني والو، سهله وبسيطه. المهم هنا كنعجنوا العجين ديالنا، وكنشوفوا الا كان باقي خاصه الحليب غنزيدوها او الماء. عجنوا يعني بالنص د الماء وبالنص يعني الحليب، يعني بحال ما تعملوا كاس ديال الماء وكاس د الحليب. انا عملت هنايا الحليب، ومن بعد كانت العجين باقي خاصني نزيدها، زدت واحد ربع كاس ديال الماء. هاد الاثناء هادي عملنا الملح. من بعد ما كنتحصلوا على هاد العجين هادي اللي كتكون خفيفه نوعا ما كتكونش يعني قاصحه، وما تكونش عاوتاني جاريه كيف ما كتشوفوا، يعني العجين ما كتلتصقش في اليدين. ما شاء الله العجين ديالها راه خوا كتكون ما شاء الله. من بعد يعني كندهنوا واحد زلافه اخرى، واحد الاناء كندهنوها في تيوته الزيت، وغادي نتركوا العجين ديالنا حتى كيختمر وينضاعف الحجم ديالو، وندوزو نخليوه يختمر، وندوزو باش نعدلوا الحشوه يا البنات. انا متاكده غادي تعجبكم، حيت صراحه غنعمل لكم يعني غنعمل لكم خليط بين الكفته ديال البقري وبين الكفته ديال صدر الديك الرومي. ما شاء الله كتجي اكثر من رائعه البنات. كيف ما شفتوا هنايا عندي الكفته ديال صدر الديك الرومي، وعندي الكفته ديال البقري، المهم القياس اللي بغيتو على حسب الافراد العائله. انا بين اللحوم بجوج تقريبا عندي شي نص كيلو وشي حاجه. عندي هنايا في التوابل 2 معالق كبار ديال الصلصه ديال الطماطيش المركزه، وعندي معلقه ديال الزعتر ومعلقه صغيره ديال الملح دائما على حسب الذوق ديالكم. وعندي في التوابل اليبزار، سكينجبير، فابريكا والخرقوم، هادو الكل معلقه صغيره. وعندي واحد حبه واحده ديال الموتزاريلا، انا وريتكم يعني المهم اللي كنستعمل انا. المهم حبه واحده كنحكوها، من بعد كندوزو كنعملوا مقيله فوق البوطه، وكنوضعوا فيها في تيوته ديال الزيت. وكنحتاجوا هنايا البصل، نسيت ما ذكرتهاش معاكم. كنوضعوا واحد 2 بصيلات يكونوا مشلضين على هذا الشكل هيدا، كنوضعهم في المقيله حتى كيطيحوا داك البصيلات هيدا كيدبل اللون ديالو. ومن بعد كنضيفوا داك الكفته ديال صدر الديك الرومي والكفته ديال البقري، وكنطقطقوهم هيدا كيف ما شفتوا مزيان حتى كينسجموا مع داك البصل. ومن بعد كنضيفوا الملح، واحد معلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال الزعتر، وكنضيفوا التوابل اللي هما الخرقوم، فابريكا اللي هي التحميره، اليبزار، سكينجبير. كنضيفوا الكل مع بعضياتهم، كنحركوا هذه الكفته ديالنا كيف ما كتشوفوا حتى كينسجموا مع بعضهم، ونخليوها حتى كطيب في التيوته. وعاد من بعد كنعملوا داك 2 معالق كبار ديال الصلصه ديال الطماطيش، وكنحركوا الكل. وهنا الحر نتوما والذوق ديالكم. انا هنايا عملت هذه الصلصه هذه الحاره. المهم كتخلي واحد البنه، عملت تقريبا معلقه كبيره ديال الصلصه حاره، حق واخا يدك ما كتجيش حاره، يعني كتعطي واحد البنه كتجي مزيونه. ومن بعد ملي كطيب الحشوه ديالنا كنضيفوا عليها واحد 3 المعالق حتى 4 المعالق ديال الموتزاريلا، نتوما والسخاوه ديالكم. حبيتوا موتزاريلا غادي تزيدوا، ما حبيتوش غادي تضيفوا واحد في تيوته. ما بغيتوها شي مره ما تعملوهاش، شنو كتخلي واحد التعليكه في هذه الحشوه هذه صراحه، وكتعطيها واحد اللذه. المهم خليوها على جنب، من بعد ما طفينا عليها البوطه تبرد، وندوزو العجين ديالنا من بعد ما نضاعف الحجم ديالها. ما شاء الله نتوما كتشوفوا العجين البنات كتجي غزاله. من بعد كنطيحوا داك الهواء اللي كيكون في داك العجين ديالنا،
وكنعملوها فوق سطح العمل، وكنرشد في تيوتا الدقيق، وكنطلقوها هيدا بالمدلك كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هيدا. وغادي نجيبو داك مارغرينا اللي خليناها مع بعضياتنا، وغادي نحكوها هيدا، يعني غنحكوها فوق الوجهه ديالها. يعني ضروري خصكم تعملوها في النبيره حتى كتبرد مزيان هذا الزبده، وعاد بالبعد كتحكوها في الحكاكه باش كدوز لكم بسهوله. انا هنا كنعملها في تيوتا الدقيق وكنحك كيف ما شفتوا معاه والنشا اللي بغيتو. وهنايا هاد الزبده اختياريه الا كانت عندكم موجوده، والا بغيتوا العجين ديالكم تكون مقرمشه غتوضعوا على الزبده ديال التوريق، ما بغيتوهاش كتكتفوا الى الله بالمقادير اللي شفنا مع بعضياتنا. المهم ليكم الاختيار. انا هنايا فضلت نعمل لهم الزبده حيت صراحه كتعطي واحد التقرميشه وكتعطي واحد البنه في هاد المملحات هادو. انا متاكده الا جربتهم بهذا الشكل هذا اللي كيف ما عملتم انا غادي يعجبوكم، حيت صراحه كيجيو رائعين البنات. وحيت كيف ما كنعرف ضروري نتوما كيعجبكم بحال هذا الشكل هيدا، حيت الفيديو اللي قبل من هذا لقى لي ما شاء الله اقبال. شكرا على التعليقات ديالكم وشكرا على المشاهدات ديالكم، والله شكرا بزاف لكم. يعني عرفتكم كبيرنا كتبغيو الحاجات اللي مملحات كيكونوا مقرمشين، داكشي علاش نوضت وعدلت لكم هاد المملحات هادو، وانا متاكده غادي يعجبوكم. كيف ما شفتوني انا حكيت داك الزبده، ومن بعد يعني طويت العجين ديالي عادي كيف ما كنعملوا للرغيفات، ومن بعد كنطولها هذا يعني كنطلق على شكل طولي حتى كنطلق العجين ديالي قداش ما طلقتوها مزيان. يعني العجين ديالكم يعني ما تعبوا فيها ني والو، ما تخافوش منها. وكتطلقوا العجين ديالكم كدلويها كيف ما شفتوا معايا كنعدل يعني ما شاء الله، والفيديو شارح نفسه. ومن بعد يعني ما كنطلقوها ونطويوها على بعضها، كنقسموها على 3 القسمات باش تجيكم سهله، حيت ما شاء الله العجين يعني تبارك الله مع كيلو د الدقيق باش تجيكم سهله وباش يجيكم الرغيفات استتوين. وهي ما شاء الله واخا هيداك ما شاء الله كيجيو مشبعين، يعني هي واحده منهم ما شاء الله ما تزيدش. المهم هنا من بعد يعني ما عملت هذوك في النبيره هي من تحت، كنطلق الاولانيه كنطلق على هذا الشكل هيدا، وكنجيبوا الجراره د البيتزا وكنقطعوا داك الجنيبات هيدا باش كتجي متوله ومزيونه. ومن بعد يعني ما كتضيع حتى شي حاجه، مازال غنولي نطلقهم هادو مع بعضياتنا، غنعملهم في بلاستيك وغنطلقوهم. هنا بعد ما قطعت على هذا الشكل هيدا كيف ما كتشوفوا كنقطع على 4 ديال المربعات على هذا الشكل، يجيو مربعات قد بعضهم. وكنجيبوا الحشوه ديالنا من بعد ما بردت البنات، يعني كنأكد عليها الحشوه ضروري تكون بارده، ما تنساوش حيت حنا العجين فيها الزبده باش ما تذوبناش. المهم هنا كنعملوا القياس اللي بغيتو نتوما. انا هنا تقريبا كنعمل 2 معلقات صغار في كل وحده، وكنحاول نقادد هيدا يعني كنطول الحشوه ديالي كنعمل على شكل طاولي كيف ما شفتوا. ومن بعد كنجيبوا الجبن موتزاريلا وكنعملوها فوق منها. هنا من بعد ما عملنا الحشوه كيف ما شفتوا كنحاول نلصق داك الجنيبات مع بعضياتهم. هنا الا ما بغاوش يلصقوا لكم ضروري تعملوا لهم يفتوا هذا الماء يعني من داك الجنيبه هيدا باش كيلصقوا مع بعضهم باش ما يتفتحوا لكم شي، يعني ملي غتكونوا كطيبوهم. هنا من بعد ما لصقنا الجنيبات ديالهم مع بعضياتهم هيدا على شكل شريبل كيجيو على شكل بليغه، كنعملوا اما الزيتون كحل اما الزيتون احمر اما الزيتون خضر، المهم ليكم الاختيار كيف ما بغيتوا. المهم اي حاجه، او فتوته ديال المرتديلا يعني كتعملوها في داك الموطع، المهم باش كتجي واحد الشكل مزيون ومتول. انا من بعد يعني عملتهم في الطبسه ديال الفرن من بعد ما فرشت ورق الزبده، وكنزيد نعاود معكم واحده اخرى. عاود كنعملوا الحشوه المهم كيف ما قلت لكم نتوما والقياس اللي بغيتو. انا كنعمل تقريبا 2 معالق في كل مربع، وكنعملوا عاوتاني الجبن موتزاريلا كنعملوه في الوسط ديالهم على هذا الشكل هيدا، وكنطويو عاوت الرغيفات ديالنا عادي كيف ما قلت لكم. هي ضغطوا مزيان من داك الجنيبات يعني قرصوا عليهم هيدا بالصبيبات ديالكم. من الاحسن عملوا لهم فتوته د الماء باش كيلصقوا لكم، باش ملي كتبغيو طيبوهم ما كيتفتحوش معاكم. وهنا عاوت كنعملوا داك الزيتون احمر، المهم كيف ما قلت لكم كيف ما بغيتوا تعملوهم زيتون احمر زيتون خضر، المهم باش كتعطي واحد الشكل مزيون وكتجي متوله. هنا عاوتاني كنوضعوا الكل في الصينيه ديال الفرن من بعد ما فرشت لهم ورق الزبده. انا هنايا في هذه الاثناء شعل الفران البنات من تحت ومن الفوق حتى كيسخن مزيان، وكنجيب واحد 2 ديال صفر البيضه وكنعمل عليهم فتوته د الخل، وكندهن هاد المملحات ديالي على هذا الشكل هيدا. وهنا ما كنحتاجش يعني نخليهم يختمروا مره ثانيه، يعني فقط كيختمروا المره الاولى. هنا مباشره كيف ما كنعدلوهم كندخلوهم للفران، يعني هما اختمروا يعني خداو الوقت الكافي ديالهم في الاول. ومن بعد كنزيدو نضغطوا على داك الزيتون باش ما يهزوش معانا، وكندهنوا هاد الفطائر ديالنا. ومن بعد كنجيب اي نوع د الزرارع عندكم، اما الدجاج الابيض اما الدجاج الاصفر اما هاد الزرارع هادو. انا خلطت بين الدجاج الابيض وبين الزرارع ديال البافون، وكنعمل هيدا في الوجهه ديالها على هذا الشكل هيدا، فقط كيعطي واحد المنظر مزيون واحد الشكل ما شاء الله مزيون. هنا كيف ما شفتوا عاود كنعمل الزرارع اللي هما الدجاج الابيض او الدجاج الاحمر، المهم اللي كان كيف ما اصفر كيف ما بغيتو. ومن بعد كندخلهم للفران، كنشعل عليها كيف ما قلت لكم انا شعل الفران من تحت ومن الفوق. من بعد كيكون الفران سخون وكندخل له الفطائر ديالي وكنقلل لهم في التيوته باش كيطيبوا لي على الخاطر ديالهم. وكنزيد نعاود معكم مره ثانيه
المره الثالثه كنطوي هاد الرغيفات ديالي على هاد الشكل هذا. عاود كنعمل الزيتون خضر. المهم انا نوعت بين الزيتون هيدا، الزيتون كحل، الزيتون احمر، والزيتون خضر. عاود كنوضعهم في الصينيه ديال الفرن. من بعد يعني ما فرشلو نيت ورق الزبده. عاود كندهن نيت بالصفر د البيطون مع الخل الفتوته هيدا. عاود كنعمل الزرارع وكندخلهم. من بعد يعني ما طابوا لي الاولانيين هما هادو الشكل ديالهم ما شاء الله. ومن بعد ما طاب لي عاود طبس الثاني. كيف ما قلت لكم انا كنت شعل عليهم الفران من الفوق ومن التحت حتى كياخذوا هذا اللوين ذهبي. عاد كنخرجهم. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم ما شاء الله كيجيو مورقين ما شاء الله، كيجيو مقرمشين وكيعطيو واحد البنه. البنات انا هاد الحشوه هادي انا متاكده الا جربتوها غادي يعجبكم، حيت صراحه ما شاء الله كتجي اكثر من رائعه. انا هنا البنات كنقسم معكم باش تشوفوا القوام ديالهم. كيجيو مورقين ومقرمشين وكيجيو لذاذين. هاد الحشوه هادي انا متاكده غادي تحماقوا عليها الا عديتو، وحيت انا متاكده غادي يعجبكم. كنتمنى من الله تنوضوا وتعدلوها وتجربوها وغتعرفوني علاش كنهضر، خصوصا الا عدلتوها في الايام د رمضان غادي تحماقوا عليها ويحماقوا عليها وليداتكم، حتى الضيوف الا جاو عندكم غادي تعجبهم، حيت صراحه واحد المذاق البنات لا تقاوم. انا متاكده غادي يعجبكم حيت ما شاء الله كتجي رائعه، لا في الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا كتجي متوله ومزيونه، ولا في المذاق. يا سلام. انا هنا كنقسم معكم باش تشوفوا القوام ديالها. والمسامحه اخواتي لو كنت كنشهيكم في حقكم ان شاء الله في الجنه. كنتمنى من الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وعلى حسب يعني حنا عمرناها بالكفته يعني بالصدر ديك الرومي وبالكفته ديال البقري. يمكن لكم تعمروها بالخضر، يمكن لكم تعملوها اللي هي عاديه، مهم لكم الاختيار. انا فقط عطيتكم فكرات وشفت لكم الحشوه اللي كتجي لذيذه. هذه الحشوه هذه انا متاكده غادي تعجبكم. الانسان كيعمل على قد الجيب ديالو، هي فتيوته ماشي ضروري تعمل كيلو او نص كيلو ديال الكفته، يعني واخا تعمل هي فتيوته. المهم على حسب الافراد العائله. وكنتمنى من الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو. الا عجبكم كيف ما العاده ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، بارطاجيو الفيديو مع الحباب مع الاصدقاء. وشكرا على المتابعه ديالكم، على التعليقات ديالكم، وعلى المشاهدات ديالكم. ونخليكم على خير. الى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. عواشر مبروك اخوتي.